اهلا وسهلا في فيديو جديد. لا انا مش ابراهيم، بس حبيت اكلمكم النهارده في موضوع بخصوص العربيات. الناس اللي بتعشق العربيات دايما الناس بتشوفها على انها حاجة غريبة، بس في الواقع الحكاية بسيطة جدا. العربيات بالنسبة للناس دي مش مجرد وسيلة توصلك من حتة لحتة، لا، العربيات بتبقى شايفها نوع من انواع الحرية. حر انك تروح في اي مكان في اي وقت، عمرها ما هتقولك لا. عربيتك دي هتساعدك في حياتك اكتر من ناس كتير. عربيتك دي اللي يوم ما تصحى متأخر هتوصلك شغلك او كليتك في ميعادك. مخنوق او زعلان بينزل ياخد لفة في عربيته وبيشكلها هموم. مبسوط بينزل يلف ويفرح بيها. عربيتك هتسندك في زفة صاحبك. عربيتك هتساعد معاك في جنازة قريب. عربيتك طول ما انت محافظ عليها عمرها ابدا ما هتتخلى عنك في الاوقات الصعبة. عربيتك دي هتدخلك مجتمع فيه جميع طبقات التفكير، والاختلاف ده مخلي المجال ده متميز. ربنا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. والخيل المسومة يعني ايه؟ من 1400 سنة كانت العربيات بتاعت العرب هي الخيل، والآية دي نزلت في حب البشر للخيل. يعني حب الإنسان للعربيات مش هو الغريب، لا، ده الغريب هما الناس اللي شايفين العربيات حتة حديدة ماشية على 4 عجل. عربيتك مش مجرد جماد، لا، دي دليل على شخصيتك. يعني انت تقدر تحدد من العربية صاحبها عجوز ولا شاب، طموح ولا قنوع، واحد بيحب الفشخرة ولا متواضع. هتلاقي واحد بيفكر ازاي تبقى عربيته هي الأجمل، واحد تاني بيدور ازاي يوصل ل60 في ربع ثانية. الحب للمجال ده عموما ما تقدرش توصفه بالكلام. كل واحد عنده حكايته، وياريت تشاركوها معانا في الكومنتات. بس اقدر اقولك كلمة: حب عربيتك صح. وبالمناسبة، حبك لعربيتك مش انك تجري بسرعة وتاخد غرز يمين وشمال، لا، حبك للعربيات هيبان اكتر لما تخاف على حياة غيرك قبل ما تخاف على نفسك، لما تلتزم بالقوانين عشان انت بتتقي ربنا في نفسك وفي غيرك. وفي الاخر انا حاتم احمد. هتلاقوا اللينك بتاع قناتي والفيسبوك بيج تحت في الوصف. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير واكتب لنا حكايتك مع العربيات في كومنت.